الخلق ده اسمه التغافل، تعالوا اقول لكم عليه بعد ما تصلوا على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انك تكبر دماغك وانك تعمل نفسك من بنها موضوع مش سهل. تكبير الدماغ ده اصلا من الاخلاق، والخلق ده اسمه التغافل. التغافل في رأيي من اهم الاخلاق الانسانية، وخصوصا في الحياة الزوجية. التغافل يعني ايه؟ يعني يحصل موقف من شريك حياتك، الموقف ده المفروض يخليك تدغدغ الدنيا، ولكن انت بمنتهى الجنتلة تعمل نفسك ما خدتش بالك وتعديها، وممكن كمان تخلق لها الاعذار. تخيل كده وانت قاعد بين صحابك في بيتكم والباب يخبط وزوجتك تفتح الباب ويكون في حد باعت لك طبق فيه اكل، وزوجتك تمسك الطبق قدامهم وهوب تروح رميه على الارض، والاكل يتبعتر والطبق يتكسر، وكل ده قصاد صحابك. طبعا لو ده حصل مع حد فينا هنقول بعدها الله يرحمها كانت تبتسم وهما بيغسلوها. الموقف ده حصل من ستنا عائشه، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ادرك ان ستنا عائشه غيرانه من ضرتها، علشان كده كسرت الطبق. فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه كلوا غارت امكم، وجاب طبق سليم من عند ستنا عائشه وبعته لستنا ام سلمه. بس كده. امتى بقى نتغافل؟ نتغافل عن تصرفات شريك حياتنا لما نكون عارفين انه بيكون مش على طبيعته في اوقات معينه، زي وقت الحمل والبريود، او لما يكون في الشغل مشاكل عند الزوج، او في يوم العيال مطلعين عين امهم هتلاقوها اتحولت وبقت تشد في شعرها وبتصرخ زي المجانين. نتغافل عن تصرفات نتيجه طبع مش هيتغير، زي شعور الغيره عند الزوجات، لان محدش فينا كامل. ولما تكون عارف ان شريك حياتك فيه عيب معين وانت ارتبطت بيه على كده، اول ما تلاقيه عمل حاجه نتيجه العيب اللي انت عارفه، هنا لازم نتغافل ما دام مفيش ظلم او تعدي. طبعا الكلام اللي احنا قلناه ده مش معناه ان انت تسكت عن كل الاخطاء اللي بتحصل من شريك حياتك. في مواقف لازم تشاور له على غلطته وتعاتبه فيها، وفي مواقف تانية لازم نقف عندها. سفيان الثوري رحمه الله قال: ما زال التغافل من فعل القراب. والشاعر بيقول: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد القوم المتغابى. فاهم وبيطنش. بس كده، سلام عليكم.